بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني ايه شيرنج؟ ناس كتير قوي تسأل يوميا السؤال ده يا جماعة، بيتكرر خصوصا مع الناس اللي هي بتفكر تشتري جهاز ريسيفر. يعني ايه شيرنج؟ احنا مش عارفين يعني ايه شيرنج، وفي نفس الوقت مش عارفين يعني ايه اي بي تي في، مش عارفين يعني ايه سيرفر. ناس كتير، وده مش عيب او ده مشكلة ابدا ابدا ابدا. اولا مفيش حد بيعرف كل حاجه يا جماعه، وثانيا الحمد لله اغلب مشتركي القناه كلهم عارفين كل شيء عن هذه الامور. لكن انا بتكلم على المشتركين الجدد، على اللي لسه بيفكر يشتري جهاز، على اللي هو كل اهتمامه بالريسيفر، انه يشوف مباراه، انه يتابع اخبار العالم، فبالتالي لسه جديد في الموضوع. فده كله مش معناه ان يعني ان دي مشكله عند الشخص اللي بيطلب الامر ده او عايز يعرف. بالعكس، احنا كلنا طول الوقت بنتعلم. هنخش في الموضوع عشان ما نرغيش كتير، وهو ملخص يعني ايه شيرنج، او ما هو الشيرنج. الشيرنج ده يا جماعه عباره عن ريسيفر عليه سيرفر، اللي هو الشيرنج بتاعنا، بيفتح القنوات بالانترنت. اتصال اولا مش تحميل، خلينا نعرف الحته دي كويس، لان هو ده الفرق الجوهري بين الاي بي تي في وبين الشيرنج. اتصال مش تحميل. يعني ما معنى اتصال مش تحميل؟ معنى ان انا بتصل بالانترنت، بيفتح معايا السيرفر، بيفك لي شفرة القناة، فانتهى الامر والقناة اتفتحت. تمام. طيب يعني ايه مش تحميل؟ مش تحميل يعني انا مش عشان اتفرج على الشيرنج هحتاج نت سريع. يعني انا مش عشان محتاج الشيرنج هيسحب باقة النت من عندي، بالعكس ابدا. ابسولوتلي زي ما قال ليمبي. الوضع اسهل من كده بكتير. الشيرنج بيفتح القنوات المشفرة على الأقمار. وأولا وأخيرا عشان نبقى برضو فاهمين، على النايل سات حاليا مش متاح غير قنوات اي ار تي هي اللي بتفتح بالشيرنج، على الفوريفر، على الجوسات، على الجيشير، على كل السيرفرات. طيب بينفعني في ايه؟ بينفعني في الأقمار الخارجية، زي الهوت بيرد، زي الاسترا، زي الاموس، زي البلغاري، زي اليوتل سات 16. كل الاقمار الخارجيه بيقدر انه يكسر شفرتها الباقات، خصوصا الرياضيه، لان 99% اهتماماته كلها بالباقات الرياضيه، وده انا بتكلم عنه. الباقات الرياضيه يا جماعه كلها على الاقمار التانية 90% منها بتتفك عن طريق الشيرنج. تمام. الشيرنج هو ايه دلوقتي؟ هو فتح القنوات المشفرة على الأقمار أو على القمر، مش بسيرفرات النت، مش زي الاي بي تي في. يبقى أنا هنا لازم يكون عندي طبق عليه عدسات بتجيب الأقمار الأخرى، أو لازم يكون لو أنا شلت سلك الدش الشيرنج بيقف معايا والقناة بتقف، يبقى أنا كده الشيرنج عندي مش شغال. يبقى يلزم استقبال الشيرنج إيه؟ طبق، عدسه، ريسيفر مجهز بالاتصال بالانترنت، وعليه سيرفر شيرنج. تمام. وعدد من الاقمار عشان اقدر استفيد بالشيرنج بصوره سليمه وصوره صحيحه. هقدر ان انا اشوف كل بطولات العالم عن طريق الشيرنج؟ سؤال مهم جدا. هتقدر تشوف كل بطولات العالم عن طريق الشيرنج لو انت عندك سيرفر شيرنج نظيف وشغال ومشهور. والمشهور مننا او المشهور على لسان الجميع حاليا الفوريفر والجوسات، الفيرجن 2 الجديد، والجي شير. وكمان كان في اكتر من حاجه زي الناشير مثلا، وسيرفرات كتير. تمام. يبقى كده خلاص عرفنا يعني ايه شيرنج. وكمان الشيرنج معناه اتصال، ان انا بمجرد ما اوصل الانترنت والسيرفر يشتغل معايا هيفتح لي القنوات المشفره. اتصال وليس تحميل. تحميل دوت في الاي بي تي في، عشان نبقى عارفين. الشيرنج يا جماعه، عشان برضو نعرف حاجة مهمة جدا، انا ممكن اربط اولا النت بالريسيفر عن طريق 3 خطوات. عندي الواي فاي، او كيبل الانترنت، او فلاشات ال 3 جي بتاعة بتاعة النت، فلاشة النت. تمام. الفكرة ان انت بتفتح قنوات مشفرة على معظم الاقمار الصناعية، زي الاي ار تي على النايل سات، وزي باقات 11 سبورت والبين الفرنسية على الاسترا، وغيره وغيره وغيره. كل ده بيفتح بالاتصال بالانترنت على اضعف نت، ومعدل تحميل شهري حوالي 200 ميجا 150 ميجا طول الشهر. لو انت بتستخدم الشيرنج طول اليوم لمدة شهر، هيسحب منك 200 ميجا 150 ميجا، مش جيجا، ميجا، يعني اقل من ربع جيجا، عشان نبقى عارفين دي كويس. هنا بقى يبقى انا كده اسمي سيرفر متصل وليس
محمل، ان انا بحمل له نت، عكس الاي بي تي في اللي لسه هنقول ان شاء الله في حلقة تانية ايه هو الاي بي وسرعة النت بيحتاجها ايه والكلام ده كله. الخلاصة شيرنج ما بيحتاجش سرعة نت، ما بيسحبش سرعة نت، وفي نفس الوقت بيحتاج النت، بيحتاج جهاز كويس عليه سيرفر شيرنج كويس، بيحتاج اقمار علشان يقدر يفتح لك الباقات. لغاية هنا وخلصت الحلقة الأولى من معنى الشيرنج. الحلقة التانية هتكون ما هو الاي بي تي في. شكرا جزيلا لحضراتكم، ودمتم بصحة وبعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني ايه شيرنج؟